هي لحظة تاريخية مشرقة لأجيال الحاضر والمستقبل، ولحظة وفاء وإخلاص وامتنان لسليل الدوحة النبوية الشريفة، سبط الرسول الأمين، سليل الأخيار الأشراف، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من ساكنة تطوان العريقة، حيث عبق التاريخ والحضارة المغربية الإسلامية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ ينبعث من فضاءاتها ومعالمها ومآثرها. تطوان برجالاتها ونسائها وأعلامها ومفكريها، وبمختلف مكوناتها المجتمعية، بماضيها وحاضرها ومستقبلها المشرق الزاهر، كلها حاضرة اليوم في هذه اللحظة التاريخية الحافلة بالرموز والمعاني، حيث تتجدد آيات ولاء وإخلاص وتعلق الساكنة بأهذاب العرش العلوي المجيد ضامن الوحدة والاستمرارية، وتتجدد مشاعر المحبة الصادقة الخالصة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محقق النهضة والتطور والنماء. عاش الملك، عاش الملك. من ساحة مشوار القصر الملكي بتطوان توجه أمير المؤمنين حفظه الله عبر باب الرواح إلى داخل أزقة ودروب المدينة العتيقة لتطوان، مرورا بحي الطرافين حيث تجمع الحرفيين وتجار صياغة الذهب والحلي، فسوق الحوت قديم حيث أصحاب محلات بيع الألبسة التقليدية التطوانية، ثم زنقة المقدم وصولا إلى مسجد لوقش. بمسجد لوقش حيث أدى أمير المؤمنين صلاة الجمعة، هي جمعة مباركة وجمعة خير وبركة وجمعة لصلة الرحم بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبناء شعبه الأوفياء بتطوان العريقة التي اكتست أبهى حللها وتزينت بتراثها الثقافي والفني فرحة وبهجة بهذه الزيارة الملكية الميمونة. في خطبتي الجمعة عدد الخطيب الوصايا العشر التي ذكر فيها الحق سبحانه وتعالى بعض المبادئ العامة والأحكام الأساسية في الدين الإسلامي، وأولاها التوحيد، ثم الإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر أو من الفقر، والنهي عن الوقوع والقرب من الفواحش، والنهي عن قتل النفس ظلما وعدوانا، والنهي عن قرب مال اليتيم، والأمر بإيفاء الكيل والميزان، والعدل في القول والفعل، والوصية التاسعة هي الوفاء بالعهد، والوصية الأخيرة هي وصية جامعة وعاصمة لمن تمسك بها، وهي الاعتصام بحبل الله والعض بالنواجذ على صراطه المستقيم، والنهي عن اتباع السبل الملتوية والطرق المختلفة كي لا يضل عن الطريق المستقيم. وهذه الوصايا العشر يقول الخطيب تكاد تشمل كل حرمات الله، والحرمات هي ما يسمى اليوم بالمبادئ المقدسة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين حفظه الله صلاة الجمعة بمسجد لوقش بقلب المدينة العتيقة لتطوان، وهي المعلمة الدينية التاريخية التي يعود تاريخ بنائها إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي، وقد شهدت عملية ترميم شاملة لمختلف مرافقها في سياق العناية المولوية الخاصة التي يوليها أمير المؤمنين حفظه الله لبيوت الله وللقيمين عليها حتى تؤدي دورها الكامل الديني والتربوي، ويتواصل إشعاع الوهاج في نشر قيم التسامح والتراحم التي ميزت ولا زالت الدين الإسلامي الحنيف عبر مر العصور والأزمنة وميزت المجتمع المغربي. هو ورش هام لإصلاح الشأن الديني يرعاه أمير المؤمنين حفظه الله في إطار الورش الإصلاحي الكبير الذي يشهده المغرب تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك نصره الله. وقد اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
على مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة بتطوان الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 315 مليون درهم. وقد قدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا المشروع الذي سيتم إنجازه على مدى 4 سنوات ما بين 2011 و2014، ويروم تأهيل ورد الاعتبار للنسيج العمراني الأصيل لمدينة تطوان، وإبراز القيمة التاريخية للنسيج الحضري التقليدي، وتحسين ظروف عيش ساكنة المدينة العتيقة. كما يتوخى ترميم البنايات ذات القيمة التاريخية وترميم الشبكات التقليدية لتوزيع الماء داخل المدينة العتيقة سكوندو، وإصلاح وترميم المرافق الدينية ورد الاعتبار للمرافق الثقافية. ويتوزع برنامج تهيئة وإعادة تأهيل المدينة العتيقة على 6 محاور تشمل الإطار المبني ب50 مليون درهم، والبنية التحتية ب140 مليون درهم، والمرافق الدينية ب26 مليون و500 ألف درهم، والمرافق الاجتماعية والثقافية ب72 مليون درهم، وإعادة تنظيم التجارة ب22 مليون و500 ألف درهم، والتنشيط والإشعاع السياحي ب4 ملايين درهم. إثر ذلك أشرف أمير المؤمنين حفظه الله على تدشين متحف لوقش للتراث الديني، والذي يعد أحد مكونات المركب الكبير الذي يضم مسجد ومدرسة لوقش. وقد قام جلالة الملك حفظه الله بجولة عبر مختلف مرافق هذا المتحف الذي أنجزته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدرسة لوقش الأثرية، ويضم مجموعة من المواد والأدوات التاريخية والأثرية المتعلقة بالحياة الدينية والتعليمية الأصيلة بالمغرب. ويتضمن الطابق الأرضي للمتحف مواد تتعلق بالإسلام في المغرب عامة، ومواد تتعلق بالمسجد، ونموذج غرفة طلبة التعليم العتيق، ومواد تتعلق بالكتاب القرآني وأوقاف المساجد. كما يضم الطابق العلوي مواد تتعلق بالزوايا، وأخرى تتعلق بعلم التوقيت، ومواد خاصة بالتعليم العتيق، ومواد عن تاريخ مدرسة لوقش والأوقاف والمجتمع الإسلامي، وكذا التراث الفكري الديني، فضلا عن مكتبة ملحقة بالمتحف. متحف يضم محتويات قيمة تشكل ذاكرة حية للتاريخ المغربي الإسلامي ولمظاهر متنوعة من مظاهر الحياة الإسلامية داخل وحول المسجد. فالمتحف يحتوي على كل ما يتعلق بالأدوات المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية، من أدوات التوقيت وأواني الوضوء وتسخين المياه وأدوات الكتاتيب القرآنية، من كرسي الفقيه والألواح وتقنية وأدوات الكتابة، ونماذج لبعض المخطوطات التاريخية القيمة كالموطأ للإمام مالك، ودلائل الخيرات للشيخ الإمام الجازولي، ومختصر الشيخ ليل الذي يجمع فقه الإمام مالك. كما يحتوي المتحف على رواق خاص بالمدارس القرآنية، حيث تم التعليم الأولي العتيق بتلقين مبادئ القراءة والكتابة، وذلك بتحفيظ القرآن الكريم وإجادة قراءته، إضافة إلى تعليم بعض قواعد النحو العربي، وهي المدارس التي عرفت في المغرب باسم المسيد. يتضمن المتحف أيضا نسخة من القرآن الكريم يعود تاريخها إلى نهاية عهد السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي سنة 1604 ميلادية، ونسخة للوحة زخرفية جدارية من الشمائل النبوية تعرف باسم الروض من الزاوية القادرية بالصويرة تعود إلى القرن الثالث عشر الهجري. وقد شيدت مدرسة لوقش التي تحتضن المتحف خلال القرن الثاني عشر الهجري بجانب مسجد يحمل نفس الاسم، وهي تعكس تاريخ تطوان خلال فترة حكم السلطان مولاي إسماعيل، ونسبت إلى عائلة لوقش المهاجرة ضمن آلاف الموريسكيين في السنوات الأولى من القرن السابع عشر من الأندلس إلى المغرب. وقد حافظت هذه المدرسة على دورها في مجال التعليم إلى القرن العشرين الماضي. متحف لوقش للتراث الديني يعتبر جانبا من برنامج شامل لإنقاذ وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة لتطوان، التي لا زالت تحتوي على الكثير من المعالم الأثرية القديمة التي تبرز عظمة عمران المدينة وتحكي تاريخ الحضارة الإسلامية بها. فلا غرو أن يتم تسجيل تطوان كموقع تراثي عالمي سنة 1998 من قبل منظمة اليونسكو. وفي تطوان العريقة عدة أزقة رئيسية تربط ما بين أبواب المدينة وساحاتها وبناياتها الشامخة كالفنادق والمساجد والزوايا، بالإضافة إلى مختلف الأحياء التجارية الأخرى الخاصة بالحرف التقليدية القديمة. واليوم تحتفي ساكنة تطوان العريقة وتعتز وتفتخر بهذه الالتفاتة الملكية الكريمة التي هي فاتحة خير وبركة على ساكنة المدينة، تعيد لها إشعاع الحضاري
وقيمتها الثقافية والتراثية. وعبر مسالك ودروب وأزقة المدينة القديمة جددت الساكنة بشيبها وشبابها، أطفالها ونسائها، من خلال كل مظاهر الاستقبال مشاعر المحبة الصادقة الخالصة المنبعثة من الأعماق لسليل الدوحة النبوية الشريفة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكلها ثقة وآمال عريضة كبيرة في المستقبل الذي لن يكون بحول الله إلا محملا بالإشراقات الزاهرة المضيئة تحت ظلال العرش العلوي المجيد. فرحة كبرى تغمر ساكنة مدينة تطوان العريقة بالزيارة الملكية الميمونة المباركة التي تربط الماضي بالحاضر لتشرع أبواب المستقبل أمام ساكنة هذه المدينة بمشاريع ستعود بالخير العميم عليها وتعيد الاعتبار لها وتجعلها مقصدا مؤهلا ومفضلا للسياحة الثقافية. من ساحة الغرس الكبيرة إلى السوق الفوقي فالنجارين والخرازين والصياغين، ثم الزاوية الريسونية إلى المطامر، حيث اطلع جلالة الملك حفظه الله على مشروع ترميم وتهيئة هذه المطامر، والذي يضم ترميم دار ابن مرزوق وتنظيف المطامر وترميمها وإنشاء متحف للمطامر في إطار مشروع إنعاش السياحة بالمدينة العتيقة. مشروع يتضمن ترميم المنازل والمآثر ذات القيمة التاريخية ودعم المنازل الآيلة للصقور وترميمها وإصلاح خطوط شبكة ماء سكوندو تحت المدينة العتيقة، والتي لها تاريخ حيث تقوم بتزويد المدينة بشبكة الماء الصالح للشرب، وتتوزع هذه الشبكة على خط الماء الكبير وخط ماء جامع الباشا وخط ماء دار رزيني وخط ماء دار الدباغ وخط ماء الزاوية التيجانية وخط ماء حومة العيون النابع من درب حبيبي وخط ماء جامع لوقش وجامع القصبة وخط ماء سلوقية سيدي الصعيدي. وبنفس المناسبة اطلع أمير المؤمنين حفظه الله على مشروع ترميم الجامع الكبير بالمدينة العتيقة بتطوان بكلفة تبلغ 12 مليون درهم. وهمت أشغال الترميم والتي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترميم السقوف وتدعيم أرضية وجدران المسجد وترميم الأبواب والعناصر الخشبية وترميم وتدعيم المقصورة وترميم وتدعيم المرافق الصحية وإعادة تلبيس الصحن وتأهيل الشبكة الكهربائية. وقد تم بناء الجامع الكبير أو الجامع الأعظم من طرف السلطان المولى سليمان عام 1223 هجرية على مساحة إجمالية تناهز 1500 متر مربع. ومن الجامع الكبير مرورا بحي سلوقية فسيدي الصعيدي إلى باب الصعيدة تنقل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عبر أزقة ودروب المدينة العتيقة لتطوان، والحناجر تلهج بحياة أمير المؤمنين والقلوب تخفق لحرارة هذا اللقاء العفوي والمباشر والتلقائي من التجار والصناع والحرفيين والباعة، وكلهم امتنان وشكر لهذا العطف المولوي الدائم ولهذه الرعاية الملكية الكريمة ولمكرمات أمير المؤمنين وريادته للمبادرات الإصلاحية الكبرى التي عبأت كل الطاقات وشحذت الهمم وعبدت طريق التنمية المستدامة وحققت العيش الكريم للمواطن خاصة الضعيف المحتاج. هي مسيرة خير وبركة تتحقق في العهد المحمدي الزاهر، وحققت العدل والصدق والأمانة والرحمة وغيبت المصلحة الذاتية وقوت لحمة التضامن والتآزر والتكافل. فتاريخ تطوان ضارب في القدم وتاريخها حافل بالعطاء، وشكلت على الدوام قلعة حصينة من قلاع الوطنية والنضال والتضحية والفداء. تطوان اليوم تستحضر مراحلها المزدهرة منذ القرن الخامس عشر من الإعمار والنمو في شتى الميادين، حتى شكلت مركزا للحضارة الأندلسية، مدينة عريقة في التاريخ بإشعاعها الحضاري بين مرتفعات جبل درسة وسلسلة جبال الريف، مدينة وحاضرة من كبرى حواضر المملكة تعيش عهد الإنجازات وعهد الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تشكل مفخرة كل الأجيال.
جهود شاملة للتنمية المستدامة تنجز بتطوان الحمامة البيضاء لتؤكد دورها كقطب فاعل في الجهة وتحدد مجالات المسار التنموي لتطوان، ومن بينها على الأخص الثقافة والسياحة والخدمات والمجال الديني. بحي سيدي طلحة بتطوان دائما أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على وضع الحجر الأساس لبناء مركب ديني وإداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. سيتم إنجاز هذا المركب بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون درهم، وسيتم تشييد المركب الديني والإداري والثقافي على مساحة 1.5 هكتار، وسيضم مسجدا كبيرا يتسع لنحو 9700 مصلي ومصلية، وقد رعي في هندسته الطراز المغربي الأصيل في عمارة وبناء المساجد. ويتكون المسجد من قاعة للصلاة إضافة إلى ساحتين كبيرتين، الأولى تمتد على مساحة 2500 متر مربع والثانية على مساحة 1600 متر مربع، فيما خصص الجناح تحت أرضي للمسجد لاحتضان الكراسي العلمية وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وقاعات لدروس محو الأمية. كما يضم المركب مقرا للمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ومركبا تجاريا ومهنيا ومرافق أخرى إلى جانب مساحات خضراء. وستمكن فضاءات هذا الصرح الجديد من توفير فضاءات مناسبة لتنظيم التظاهرات الدينية والثقافية بتطوان، مما ييسر تجميع الكفاءات العلمية والدينية التي تتوفر عليها مدينة تطوان ونواحيها، ومن ثم استثمارها على الوجه الأمثل. ويندرج هذا المشروع الهام في إطار العناية التي ما فتئ يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبيوت الله، حيث من فك جلالته حفظه الله يخص المساجد باهتمام كبير من خلال حثه دوما على تشييد مساجد لائقة شكلا ومضمونا بإقامة المسلمين لشعائرهم الدينية. ويأتي إنجاز المركب الديني والإداري والثقافي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحي سيدي طلحة بتطوان في إطار السعي إلى توفير البنيات المواتية للقائمين على تدبير الشأن الديني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك ببناء مركبات متكاملة تشكل مراكز إشعاع ديني وثقافي بالمدن والأقاليم التي توجد بها، وتمكن العلماء من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، يساهم في توعية المواطنين وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية وخدمة الصالح العام. هي إنجازات كبرى تشكل مصدر اعتزاز لساكنة مدينة تطوان ومصدر اعتزاز كذلك للمغاربة قاطبة، فقاطرة التنمية وقاطرة الإنجازات الكبرى متواصلة مترابطة حلقاتها، تنعم في طريقها الساكنة المستفيدة من ثمار التنمية وتنخرط بكل صدق ووطنية ضمن فعالياتها لتحقيق أهدافها النبيلة السامية التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإرادة قوية وعزيمة لا تكل،
تعتمد القرب والحكامة الجيدة ضمن مقاربات جديدة تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية لكافة المواطنين، وتمحو آثار التهميش والإقصاء، وتهيئ السبل لدعم كل مسالك التنمية.